السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة مميزة جدا جدا. وصفة كلها تعجبكم ان شاء الله. هنعمل مع بعض بروكلي باللحمة المفرومة والبشاميل زي ما انتم شايفين. وصفة حقيقي مميزة جدا جدا، وكمان مهمة جدا عشان تقوي المناعة كمان، وخصوصا للأطفال. الأطفال اللي مش بتاكل بروكلي الوصفة دي هتعجبهم جدا جدا، وهيحبوا البروكلي جدا جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا واحدة بروكلي. هبدأ اقطعها زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. مهم جدا ان احنا نقطعه. احنا مش بنرمي اي حاجة من البروكلي. نقطع العروق، هنستخدم كل حاجة، مفيش اي حاجة بنرميها من البروكلي. وهقطع الزهرة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. هنحاول بقدر الامكان نقطعها كلها القطع متساوية. وفي الأثناء دي أنا هجهز حلة على البوتاجاز. هحط فيها مية علشان أغليها. وطبعا هضيف للمية كمون. الكمون حلو جدا ومهم جدا علشان كمان القولون، وكمان بيخلي ريحة، يعني بيخفف الريحة بتاعة الريحة النفاذة بتاعة الكرنب أو القرنبيط أو البروكلي، العيلة دي كلها. فالكمون مهم جدا جدا ان احنا نضيفه لمية السلق. زي ما انتم شايفين المية خلاص بتغلي اهي. هبدأ انزل بالبروكلي زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. طبعا حتى العروق دي كلها مهمة جدا جدا. مهم ان احنا نسلقها كويس قوي. بيبقى طعمها حلو جدا جدا، وخصوصا في صينية صينية البروكلي بالبشاميل. حقيقي حلوة جدا وطعمها مميز جدا. خلاص طبعا انا ضفت ملح كمان للمية، عشان مهم ان هو يتسلق في ملح كمان. وزي ما انتم شايفين المية بتغلي. اول ما تبدأ تغلي جامد معايا هبدأ اغطي عليها وهقلبه بالطريقة دي، بحيث ان تحت فوق ولفوق تحت، وبحيث ان المية توصل للكل. زي ما انتم شايفين بيغلي معانا زي ما انتم شايفين. انا هغطي عليه شوية لحد ما يتسلق شوية، يعني 10 دقايق كده او اقل كمان، حسب الحالة بتاعة البروكلي. زي ما انتم شايفين هو خلاص كده قرب يستوي. البروكلي من الاكلات الحلوة جدا والمفيدة، خصوصا في الشتاء ده، وفي ظل انتشار العدوى والفيروسات والجراثيم دي. مهم جدا جدا عشان بيقوي الجهاز المناعي كمان، وخصوصا للأطفال. زي ما انتم شايفين البروكلي خلاص كده استوى معانا. انا هبدأ اطلعه زي ما انتم شايفين كده. هطلعه زي ما انتم شايفين، وطبعا هصفيه من المية السخنة. هو استوى معايا شوية زيادة، بس انا بحبه مستوي. لو في حد بيحبه درجة السوى اقل شوية، يعني دي حسب رغبتنا. زي ما انتم شايفين انا هبدأ انضفه بالطريقة دي. هشيل القشرة اللي موجودة على العروق.
العروق التخينة مش كلها يعني، مش كله ممكن مش كله بيبقى محتاج ان هو يتشال. طبعا سخن جدا. هنضف العروق دي زي ما انتم شايفين، دي بتبقى حلوة جدا في الاكل وطعمها بيبقى مميز جدا. هقشر كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين. طبعا العروق اللي هي التخينة دي او الكبيرة دي انا سبتها شوية زيادة في المية بحيث ان هي تستوي بشكل افضل. وطبعا هذه القشرة الخارجية دي، الطبقة اللي هي بتلمع اللي زي شبه الشمع دي، مهم جدا ان احنا نشيلها. كده خلاص البروكلي اصبح جاهز معايا زي ما انتم شايفين، واتنضفت كل العروق بتاعته. دلوقتي طبعا هجهز الصينية وهبدأ ارصه في الصينية زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، بحيث هحاول ارصه بقدر الامكان بحيث ان هو يبقى بشكل متساوي، بحيث ان الارتفاع بتاعه يبقى واحد، علشان الصينية ارتفاعها يبقى واحد. وطبعا عندي جهزت بشاميل. طبعا اخدنا قبل كده نزلت طريقة البشاميل في المكرونة البشاميل وكمان في النجريسكو. هحط لكم اللينك في صندوق الوصف. وكمان طبعا عصقت اللحمة طبعا بنفس الطريقة اللي احنا عارفينها، الطريقة المعتادة، برضو هنزلها في صندوق الوصف. كده انا رصيت كل كمية البروكلي الموجودة معايا. هبدأ اضيف اللحمة المعصجة زي ما انتم شايفين. هعمل طبقة من اللحمة فوق البروكلي زي ما انتم شايفين كده. ومهم جدا ان انا اسوي سطح الصينية بحيث ان شكلها سطحها يبقى متساوي. وهوزع اللحمة كمان كويس في الصينية كلها. خلاص كده انا ضفت اللحمة زي ما انتم شايفين. عندي البشاميل جاهز، جهزت البشاميل طبعا. هبدأ اضيفه وهوزعه بنفس الطريقة بحيث ان هو يبقى متساوي في الصينية، والصينية سطحها يبقى متساوي. ده مهم جدا عشان الصينية تاخد معانا لون حلو في الفرن كمان. وزعت كل كمية البشاميل. كده خلاص الصينية اصبحت جاهزة، وضفت كل كمية البشاميل. باقي بس خطوة أخيرة. طبعا عندنا جبنة موتزاريلا. هبدأ أضيف على الوش طبقة من الجبنة الموتزاريلا، بتدي لون حلو جدا جدا وكمان طعم. وممكن نضيف عليها رشة بابريكا بتدي طعم حلو، لو مفيش أطفال ممكن تدوق منه. ودي صينية طبعا حطيتها في الفرن لمدة تلت ساعة، نص ساعة سوري. ودي صينية البروكلي البشاميل زي ما انتم شايفين بعد ما خرجتها من الفرن، ريحتها حلوة جدا جدا. طبعا انا سبتها تبرد عشان اقطعها زي ما شفتوها في الفيديو في الاول، محتاجة تبرد شوية. حقيقي وصفة مميزة جدا. شايفين واخد لون حلو جدا.
ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها يا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلكم كل وصفاتنا، وبالهنا والشفا.